السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: وقل ربي زدني علما. فاللهم زدنا علما فوق علم يا رب العالمين. معاكم عبد الرحمن الديب في قناة الديب سك. النهاردة هندخل في واحدة من أخطر الثغرات اللي الناس بتستهين بيها، وهي ثغرة Information Disclosure. خلي بالك، الثغرة دي ممكن تفتح لك باب للسيطرة على الموقع بالكامل. بتبان بسيطة بس وراها كنوز كتيرة قوي. طيب، ايه هي بقى الثغرة Information Disclosure؟ الثغرة دي مش بتكسر الحماية بقوة، لأ، دي بتخليك تشوف معلومات كان المفروض ما تشوفهاش أصلا. طيب، زي ايه المعلومات دي؟ زي ملفات الباك اب، أو مسارات حساسة، أو أسماء مستخدمين، أو حتى كلمات مرور مخزنة بالغلط. اسم الثغرة هي Cryptographic Filters. تمام؟ أول حاجة هنشرحها هي الrobots.txt. حارس ضعيف بس كاشف. يعني مثلا انت لو دخلت وكتبت youtube.com/robots.txt، هنا ظهر لك المسارات اللي المفروض ما تبانش عندك او ما تظهرلكش. بمعنى اصح، مش شرط المسارات دي تكون فيها حاجة او فيها ملفات معينة، لا، مش لازم. طيب، ولكن انت كهكر من حقك ولازم مهم جدا انك ما تسيبش اي حاجة، وتتأكد بنفسك وتجرب وتشوف، لان ساعات بيكون فيها ثغرات ومعلومات مهمة جدا. هندخل على موقع بورت سويجر وهنعمل ايميل جديد. هتلاقي رابط اللاب اللي احنا هنحله دلوقتي في الديسكريبشن تحت، او في اول تعليق مثبت. هنا بيقول لك شرح اللاب، انت المفروض هتعمل ايه. هنا بيقول لك هات الباسورد اللي موجود في الداتابيز، او هات الباسورد اللي موجود في قاعدة البيانات. هنا بيقول لك طريقة الحل، لو ضغطت عليها ملناش دعوة بيها دلوقتي. وهنا كوميونتي سولوشن، ناس بتشرح طريقة الحل. هنا هنضغط اكسس ذا لاب. تمام، كده فتح لي الموقع عادي. المفروض انا كهاكر اعمل ايه؟ اول حاجة بتصفح الموقع كأني مستخدم عادي جدا خالص. يعني مثلا بدخل على البرودكت ده. تمام، هنا مكتوب لي وصف البرودكت، ومكتوب لي رقم البرودكت كام. يعني لو غيرت الرقم ده خليته 3 مثلا، غير لي للبرودكت اللي بعده واداني الوصف. نرجع كده. تمام، هندخل على مسار الروبوتس. .txt نشوف المصمم الموقع هل في حاجات هو مش عايز يظهرها لينا. وهنضغط انتر. روبوتس. تمام. هنا فعلا في مسار للباك اب. طيب، هناخده كده كوبي وهنحطه مكان الروبوتس.txt وهندوس اضغط انتر. هتلاقي ملف الباك اب موجود ومعمول بلغة الجافا. هنضغط عليه. تمام، هنا هتلاقي المعلومات اللي موجودة بلغة الجافا. المعلومات دي خطيرة جدا. تمام. انت في اي موقع او شغال كباك هانتر، او لو وصلت لحاجة زي كده، خلاص يعتبر كده انت حليت او وصلت اللي انت عايزه. خلي بالك، ممكن تلاقي اكتر من ثغرة جوه الموقع من الطريقة دي.
طالما وصلت لقاعدة البيانات ممكن تلاقي فعلا أكتر من ثغرة. طيب هنا اللاب ده بيقول لي المفروض تجيب الباسورد اللي موجود في قاعدة البيانات اللي أنا وصلت لها دي، يعني المفروض هنا في باسورد. طيب أنا لو مش فاهم حاجة دلوقتي أعمل إيه؟ هتاخد ده كله كوبي وتحطه لشات جي بي تي، هيشرح لك بالتفصيل بيتكلم عن إيه. تمام. هنا احنا هندور على الباسورد. تمام اهو الباسورد اهو، هناخده كوبي وهنرجع للصفحة الرئيسية. هتلاقي فيه هنا حاجة اسمها submit solution وهنضغط بيست. كده احنا حلينا اللاب بنجاح. طيب انت لما توصل كباك هانتر وتوصل لموقع وصلت لحاجة زي كده، المفروض بيتبلغ صاحب الموقع على طول، مالكش دعوة بقى بالباسوردات اللي موجودة ولا اي حاجة. هنا بموقع بورتسوجر بيقول لك هات الباسورد عشان يتأكد ان انت حليت صح او وصلت للثغرة بمعنى صح. وكده خلصت حلقة النهاردة، وانتظرونا في باقي اساليب ثغرة Information Disclosure. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.